اليوم راح اشتري احمض حلوى بالعالم والبيبسي بالشكل الجديد والشيبس الياباني، وراح اشتري حلوى على شكل مرحاض والقهوة بهذا الشكل. تعالوا وياي نتسوق من محل جاليريا للمنتجات الأوروبية. اليوم بمنطقة الجادرية تم افتتاح سوبر ماركت جاليريا للبضائع الأمريكية والأوروبية، وصارت احتفالية جميلة استمتعنا بأغاني الدي جي والدبب الراقصة وألعاب الأطفال. وهسه تعالوا أشوفكم شنو بداخله. أي سوبر ماركت أدخل له أول شيء أروح على قسم الأكباس، لقيت عندهم أنواع جديدة، أخذت لورنز بطعم الفلفل، ولقيت بطاطس عمان، وأخذت تاكيز. من أريد أعرف السعر بس أقربع الشاشة. وهذا قسم المواد الغذائية بكل المنتجات اللي نحتاجها بالبيت وما نلقاها بكل المحلات، واخذت كورن فليكس من كيت كات. وهذا قسم المواد المنزلية بكل الأدوات اللي نحتاجها بالمطبخ، وتذكرت المفروض أجيب أمي حتى تتسوق وياي لأن هواي أشياء راح تعجبها وتشتريها. وهذا قسم المنظفات البيتية، وقسم غسولات الجسم والعناية بالشعر والبشرة، كلها مواد أوروبية أصلية. وهذا قسم النساتر والحلويات، لقيت تويكس وأوريو بأشكال وأصناف جديدة، ولقيت كندر ونوتيلا بأشكال أول مرة أشوفها، وأخذت نستلة ريزوز الأمريكية. وهذا قسم العصاير والحليب والمشروبات الغازية، أخذت وارهيدز المشروب الأمريكي بطعم الرقي، ولقيت مشروب فريش بطعم البستاشيو. هذن العصاير والحليب والقهوة هواية بحثت عنهن، وأخيرا لقيتهن بجاليريا حتى أجربهن وياكم. وهذا قسم النودلز والمنتجات الكورية اللي كلكم تحبوها، أخذت أندومي، وأخذت بسكت بنكهة المشاوي، وأخذت نكهات السيروم حتى نسوي موهيتو. ولقيت عندهم شموع ومواد عشبية وزيتية للاستجمام وبأسعار جدا مناسبة. وهذا قسم العطور الأوروبية، وأخذت هذا العطر برأيكم هذا رجالي لو نسائي، وعندهم معطرات للجسم كلش راح تفيدنا بالصيف. وصعدت للطابق الثاني، لقيت ملابس رجالية ونسائية من ماركات عالمية وبكواليتي عالي، تيشيرتات وفساتين وقوط وبدلات للمناسبات وجنط وأحذية كلها أوروبية وأصلية، كلها تلقوها بمحل جاليريا بالجادرية قرب جسر الجادرية الجديد.